صباح الخير، مكملين في شرح الفرق بين الصفات والضمائر. كنا شرحنا في بارت 1 الفرق بين ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. مهم جدا نكون مذاكرينهم علشان ندخل في الجزء ده لأنه تريكي أكتر. النهاردة هنشرح الفرق بين صفات الملكية وضمائر الملكية. من اسمهم الاتنين أنا بفهم إني بتكلم عن شيء بتاعي أو ملكي أو بيخصني. أفرق بينهم إزاي؟ تعالوا نفهمهم واحدة واحدة. أول حاجة هنتكلم عليها هي صفات الملكية أو ال possessive adjectives. أي صفة ملكية في الدنيا أو أي صفة في الدنيا بلاقي بعدها اسم. لازم ألاقي بعدها اسم. ليه؟ لأن علاقة صفة الملكية بالاسم عاملة زي اتنين أصحاب. لو شفت صفة ملكية لازم ألاقي بعدها اسم. طيب مين اللي بكتبه الأول؟ بكتب الاسم الأول ولا بكتب صفة الملكية الأول؟ قال لي لا، أنت لازم تكتب صفة الملكية الأول وبعدين تكتب الاسم. طيب ايه هي بقى صفات الملكية اللي احنا قاعدين نتكلم عليها كتير دي؟ صفات الملكية عشان نكون حافظينها لازم نكون عارفين ضمائر الفاعل، لأن هي بتعرف بدلالة ضمائر الفاعل. يعني ايه؟ يعني أنا عايزة أقول صفة ملكية، يعني عايزة أقول كتابي أو مثلا مدرستي أنا. فهنتكلم مثلا على كتاب، فهقول كتابي أنا اللي هو أنا بتكلم عن نفسي. تتحول عشان تبقى صفة ملكية تبقى ماي، وبالتالي تبقى ماي بوك مش اي بوك، ماي بوك. عايزة أقول كتابه هو، هي بتتحول لهز تبقى هيز بوك. شي بتتحول لهير تبقى هير بوك. طيب بتكلم مثلا شفت قطة وبتكلم على ديلها، فعايزة أقول its tail، حولت it في ضمائر الفاعل ل its. على نفس النمط يو بتتحول ليور، فممكن نقول مثلا your school. we بتتحول ل our school. they بتتحول ل their school مدرستهم. ودي هي صفات الملكية. ناخد مثال عشان نفهم. لو على سبيل المثال قلت كلبي، فأنا عايزة صفة واسم. أنا قلت اسم الحاجة وبتاعت مين. الحاجة ملك مين أو صاحبها مين. الكلب بتاعي أنا. طيب أنا هكتبها إزاي في الجملة؟ هكتب الأول زي ما اتفقنا صفة الملكية وبعدين الاسم. طيب فين صفة الملكية؟ أنا قلت الكلب بتاع مين؟ بتاعي أنا. وقلنا I هتتحول لماي. برافو. والاسم هيتحط بعدها dog، تبقى my dog. بنفس الطريقة لو قلت بيتهم، بيتهم، فأنا حطيت اسم وقلت بتاع مين. يبقى قلت الحاجة وقلت مين صاحبها. هكتب مين الأول؟ هكتب صفة الملكية الأول وبعدين هكتب الاسم. مظبوط كده؟ طيب صفة الملكية أنا بقول البيت بتاع مين؟ بتاعهم هم، اللي هي they هتتحول ل their ويبقى الجملة their house. إيه اللي أنا أفهمه عن صفات الملكية يخليني أفرقها عن أي ضمير تاني إحنا درسناه؟ صفة الملكية أهم حاجة تميزها عندي إنه لازم ألاقي الصفة معاها اسم. اتفقنا اتنين أصحاب ماشيين، يبقى أول حاجة الصفة معاها اسم. طيب يا ولاد، مكان الصفة فين؟ مكان الصفة قبل الاسم. يبقى صفة ملكية لقيتها هلاقي اسم. مكانها فين؟ مكانها قبل الاسم. وبكده يبقى الجزء ده خلصنا شرحه. طبعا هندي أمثلة عليه بس في نهاية السيشن بعد ما نخلص الضماير عشان نعرف نلخبط بعض شوية ونتأكد إذا كنا فهمنا المعلومة ولا لأ. نبدأ دلوقتي في شرح ضمائر الملكية. هنت هديها لكم وحاجة هتفرق لكم جدا بين كل الضمائر والصفات. احنا خدنا ضمائر فاعل، ضمائر مفعول، ضمائر ملكية. الحاجة المختلفة الوحيدة هي صفات الملكية اللي أنا لسه مخلصة شرحها حالا. أي ضمير، أي حاجة تبدأ بضمير هي بتحل محل الاسم. يعني إيه؟ يعني بتقول الاسم استخبى وأنا هقعد مكانك، مش هشوف اسم بعد أي ضمير. وبالتالي ضمير الملكية زيه زي أي ضمير بيحل محل الاسم. طبعا ضمائر الملكية واتفقنا خلاص حفظ وبدلالة ضمائر الفاعل. I بتتحول لماين يعني بتاعي من غير ما أقول اسم الحاجة. he بتتحول لhis. she بتتحول لhers. it ملهاش تحويل. you بتتحول لyours. we بتتحول لours. وزي بتتحول لtheirs. طيب ايه اللي بيميز ضمائر الملكية؟ اتفقنا خلاص بتيجي لوحدها. يعني هل بيجي بعدها اسم؟ لا أنا آسف، ضمائر الملكية زيها زي أي ضمير في الدنيا مفيش بعدها اسم. طيب تاني حاجة برضو معناها ملكي أو ملكها أو ملكك أو بتاعتك، بس ما بيجيش اسم مضاف ليها لازق فيها على طول. طيب مكانها فين؟ غالبا في آخر الجملة. طب أنا عايزة أقول هذا الكتاب ملكي. ركز في الفرق، أنا ما قلتش هذا الكتاب كتابي، لا أنا بقول بتاعي.
خلاص كده؟ طيب أنا هترجم الجملة دي إزاي؟ هذا الكتاب اللي هو this book is اللي هو subject to verb تكوين الجملة عادي خالص، عايزة أقول بتاعي، هلاقيه ملكي بالظبط كده، وبالتالي تكون إجابة الجملة this book is mine، الكتاب ده بتاعي. جه في آخر الجملة مظبوط كده وما جاش بعده اسم. ناخد مثال تاني، البيت ملكنا، هذا البيت ملكنا بتاعنا. هنترجم الجملة هنقول the house is نقط. احنا خلاص عرفنا انه ملكنا بتاعنا وجت في اخر الجملة، يبقى ده ضمير ملكية ومش بعده اسم، وبالتالي تبقى ours. this house is ours. انا دلوقتي متلخبط ومش قادر افرق بين ضمير الملكية وصفة الملكية، وحاسس ان انا مش هختار صح. الموضوع بسيط بس انت مصعبها على نفسك. احنا في الحالتين سواء كان صفة الملكية أو ضمير الملكية الاتنين معناهم ملكي أو بتاعي. طيب أختارهم إزاي؟ صفة الملكية هتلاقي على طول بعدها اسم، لكن ضمير الملكية مش هتلاقي بعده اسم. اتفقنا؟ يبقى مرة كمان، صفة الملكية بعدها اسم، إنما ضمير الملكية مفيش بعده اسم. طب في حاجة تميز بينهم؟ أيوة، كمان ضمير الملكية بلاقيه في آخر الجملة غالبا. اتفقنا؟ نبدأ ناخد أمثلة هنلخبط بعض كتير علشان نشوف إحنا فاهمين ولا لأ. المثال اللي عندي بيقول نقط phone is new، نقط phone is new، ومديلي اختيار her أو hers. طيب نفهم معنى الجملة الأول. هو غالبا كده في الجملة عايز يقول لي التليفون بتاعها جديد، التليفون بتاعها جديد. قال لي بتاعها او ملكها او يخصها، يبقى انا كده بتكلم عن حاجه من اتنين، يا ضمائر ملكيه يا صفات ملكيه. يبقى لو هو زود لي هنا اختيارات ضمائر فاعل ومفعول، انا هعمل اكس عليها وهعمل لها اكسكلوجن من غير ما افكر. ليه؟ لان انا فهمت معنى الجمله. هو عايز يقول لي التليفون بتاعها جديد ملكها، واحنا اتفقنا اللي بتدي كلمه ملكها حاجه من اتنين، يا صفات ملكيه يا ضمائر ملكيه. لازم نكون حافظين ضمائر الملكية كويس وصفات الملكية كويس عشان نعرف نكمل ونشرح اللي أنا هقوله لكم دلوقتي. احنا فهمنا خلاص إن الفراغ ده معناه ملكها، بس أنا مش عارف أختار مين. أمسك واحدة واحدة وأحاول أفهم معناها إيه. أول واحدة اسمها هير. طيب هير ده إحنا خدنا معناه إيه؟ إحنا حفظناها فين؟ حفظناها في صفات الملكية. مظبوط كده؟ طيب صفة الملكية دي إيه الخصائص بتاعتها؟ إحنا قلنا بيجي بعدها اسم. طيب ندخل في هيرز، احنا حفظناها فين؟ حفظناها في ضمائر الملكية. طيب الخصائص بتاعتها ايه؟ قال لي والله مفيش بعدها اسم. تعالوا نشوف كده في الفراغ اللي عندنا في الجملة، هل بعده اسم ولا ما بعدوش اسم؟ لا والله لقيت بعده منور ولونه احمر اهو، فون. بعد الفراغ ده اسم، وبالتالي يبقى صح بعدها اسم، تبقى صفة ملكية، وبالتالي الاختيار الصح بيكون her، وتبقى الجملة her phone is new، يعني التليفون بتاعها جديد. نفس الجملة بس باختلاف بسيط وبتوقع. the new phone is نقط، التليفون الجديد بيكون. وبرضو أنا فهمت خلاص من السياق لو فكرت كده في معنى الجملة إن معناه التليفون الجديد بتاعها ملكها. امسك الاختيارات واحده واحده. انا فاهمه انه مادام قلت ملكها يبقى انا بختار حاجه من اتنين، يا صفه ملكيه يا ضمير ملكيه. مظبوط كده؟ انا حافظهم، فانا قدامي يا هير يا هيرز. تعالوا نقراهم. اتفقنا ان هير انا اخدتها في صفات الملكيه، واتفقنا ان صفه الملكيه لازم يجي بعدها اسم. مظبوط كده؟ طيب وقلنا ان هيرز دي ضمير ملكيه وما بيجيش بعدها اسم، وكمان في ضمير الملكيه بيجي في اخر الجمله. طيب هنا الفراغ جه فين؟ جه في آخر الجملة. طب حاجة كمان، مفيش بعده اسم، يبقى بالتالي الاختيار الأول غلط، وبيكون الاختيار التاني هو اللي صح، والإجابة بتكون يا ولاد the new phone is hers. نيجي لمثال تاني بيقول لي this is not house، this is not house، ومديني الاختيار ours أو our. أفكر في معنى الجملة. هو عايز يقول لي البيت ده بتاعنا، لان في الحالتين يا اما وي هتتحول لاورز في ضمائر الملكيه، او هتتحول لاور في صفات الملكيه، فمعناها البيت ده بتاعنا. نمسك اختيار. اورز احنا حفظناها في ضمائر الملكيه، بعدها اسم ولا مش بعدها اسم يا ولاد؟ لا مفيش بعدها اسم. مظبوط كده؟ طيب اور اخدناها في صفات الملكيه ودي بعدها اسم. تعالوا نشوف الاختيار اللي عندي السبيس
اللي موجود عندي يا ترى بعده اسم ولا لا؟ قال لي فعلا ده هو بعده كلمة house، وبالتالي الاختيار التاني بيكون هو الصح. This is our house. نفس المثال مع تغيير بسيط. The house is not. البيت ده أنا عايزة أقول برضو بتاعنا، بس أنا مش عارفة أختار أنهي اختيار. حفظي للضمائر والصفات، الصفحة الأساسية اللي بنحفظها اللي هي إزاي بحول ضمير الفاعل لصفة أو ضمير الملكية، هو اللي بيخليني أحل صح. ours ضمير ملكية وما بيجيش بعده اسم، وأور دي صفة ملكية وبيجي بعدها اسم. مظبوط كده؟ طيب احنا اوتوماتيك من غير حاجة قلنا ان ضمير الملكية بيجي في اخر الكلام ومفيش بعده اسم زي ما ظاهر لي في الجملة، وبالتالي الاختيار الصح يا ولاد بيكون ours، وبتبقى اجابة الجملة this house is ours. لو وصلنا لغاية هنا يبقى برافو عليكم. أنا عارفة إنه درس تقيل وطويل، لازم نكون مذاكرين وحافظين كويس. هيتبقى لينا بارت تالت هنشرح فيه مقارنة بين الضمائر والصفات هنشرح الفرق بينهم هما الأربعة وإزاي ما نتلخبطش بينهم، وهناخد إن شاء الله أمثلة أكتر. تابعوني فيديوهات أكتر تفيدكم في دراسة الإنجليش. ألف شكر، باي باي.